إخواني أخواتي ما تديوش على هاد الشكاكة. آه، غادي نتكلم معاكم في هذا الفيديو على واحد المسألة مهمة ديال الأب ديال رؤوف اللي خارج كيناشد السلطات الجزائرية باش أنهم يتدخلوا باش يتم إطلاق سراح الابن ديالهم من بعد ما كانوا خرجوا تصريحات قبل وقالوا بأن الخروج ديال الابن ديالو جاء بطبيعة الحال من بعد التدخل ديال وزير الرياضة الجزائري. فالإخوان السلطات المغربية رجعت اعتقلت عبد الرؤوف، كلنا عارفين السبب علاش. غادي نذكر لكم غير سبب واحد من بين الأسباب، هو الخرجة من بعد الإخوان ما تم الإفراج عليه، وكان إفراج مؤقت. آه، خرج عبد الرؤوف وقال بأنه الناس اللي انتقدوني هم حيوانات حمير، وبقى كيسب الإخوان وطونك المسألة مازال ما سالاتش، الملف مازال ما تطواش، كيسحاب له راسو باللي صافي يدير اللي بغا، عيطوا ليه سولوه صافي راه غادي يمشي في حالاته. صافي الأمور كتوقف عند هنا، فالأمور خدات منحى آخر، القانون خدا المسار الحقيقي ديالو والواقعي. بهذا الشكل تم إعادة الاعتقال ديال عبد الرؤوف. اللي بغيت نتكلم عليه الإخوان هو الخرجة ديال الأب ديال عبد الرؤوف. عبد الرؤوف الإخوان الأب ديالو خارج، كيف كنقولوا خارج كيناشد ولكن ببرود. هذا السيد متأكد تمام اليقين أن الابن ديالو في أيادي أمينة، متأكد أن الابن ديالو ما غادي يتمس، ما غادي يتآدى، ما غادي حتى شي حاجة. علاش؟ أنه هاد البلاد بلاد الأمن والأمان، بلاد المؤسسات، والدليل ها حنا كنشوفوه اليوم. بزاف ديال المشجعين الجزائريين في المغرب خلقوا واحد النوع مختلف وكبير من الفوضى والفتنة، وكل واحد كان يتم التعامل معه بالقانون. وهذا خير دليل على أننا دولة مؤسسات. احنا بطبيعة الحال ما كنتعاملوش في حال الدولة الجارة، ما كنتعاملوش بالقرطاس، ما كنتعاملوش بالتيراج، ما كنتعاملوش بزاف ديال الأشياء اللي كتمثل فقط الضعف وكتمثل فقط الحيوانة في التعامل، وما كتبينش نهائيا أنك كتعيش أو لا راك في دولة، وإنما وكأنك وسط عصابة. هذا الفرق بطبيعة الحال ما بين الدولة الجارة وما بين المغرب. غادي نفكركم في واحد المسألة اللي تذكرتها اليوم، وهي كريم والصديق ديالو اللي كانوا في السعيدية كيعوموا في البحر، وبقى الموج كيلعب بهم بالجيتسكي ولاحهم الضفة الأخرى اللي هي الدولة الجارة. فكان التعامل معهم بطبيعة الحال لا شدوهم ولا حققوا معاهم ولا طلبوا لهم محامي ولا دخلت سلطات ولا حتى شي حاجة. جاء القرار في نفس الثانية والدقيقة اللي تم دخولهم بالغلط للمياه ديال الدولة الجارة، جاء القرار والحكم بإعدامهم بالرصاصة. الإخوان ما فكروش ولو دقيقة في أنهم يرحموا دوك الولاد، دراري جايين بلا مايو ديالهم، ماشي تا جايين غالطين. واش الدراري أصلا كيعيشوا في أوروبا؟ ما عندهمش علاش يجيو لعندك أساسا. الموج بقى كيلعب بيهم، تاهوا ضاعوا، كان ممكن أنكم تتعاملوا معاهم بألف طريقة. الفرق اليوم ما بين الأب ديال رؤوف وما بين الوالدين ديال هاد الوليدات اللي ماتوا الله يرحمهم وعذبوهم على الجثث ديالهم، الفرق واضح وكبير. الفرق فاش كتعامل مع دولة وفاش كتعامل مع عصابة. الوليدات كانت واحد الجثة كاع بقات شهور طويلة، عاد عطاوها الوالدين ديالها، ومن بعد تدخلات كبيرة حتى أن ما كنعقلش بالضبط على الدولة اللي كان فيها هذاك الوليد كيعيش ودخلات، ومع ذلك ما تمش الاستجابة إلا بعد شهور، وعاد عطاو الجثة ديالو باش تدفن بطبيعة الحال في المغرب. لكن اليوم حنا كنشوفوا أن عبد الرؤوف الأب ديالو جد هادئ، مقتنع أن الابن ديالو كيتحاكم محاكمة عادلة، كيتمتع بكامل الحقوق اللي كتحفظ ليه الكرامة ديالو، لأنه في دولة مؤسسات كيف قلنا، في دولة اللي كتحفظ حقوق الإنسان، وكذلك في دولة اللي كتكرم الضيف ديالو. بطبيعة الحال عبد الرؤوف غادي يتكرم بشكل كبير، غادي يتعلم تربية جديدة، غادي يتم التعامل معاه بتعامل جد خاص، اللي من خلاله غادي نحاولوا أو غادي يحاولوا السلطات
والناس اللي في السجون أو السجن اللي غادي يلتحق به بأنهم يعززوا التربية ديالو ويأطروه تأطير جيد. فهذا ما كان الخوت بالنسبة لهذا الفيديو. الرسالة واضحة من خلال هذا الفيديو. ما تنسوش تحطوا معكم ديك لايك، ديروا ابوني ونشوفكم على خير.